السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم قناة أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتسيبوا كومنت عشان نعرف من خلاله آراء حضراتكم، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. أول خبر معانا في فيديو النهاردة: مفاجآت في قائمة الراحلين عن الزمالك. استقر المدير الفني لنادي الزمالك جوزيه جوميز على رحيل عدد من لاعبي الفريق بنهاية الموسم الجاري، وأبلغ جوميز مسؤولي الزمالك على عدم قناعته بالخماسي الأجنبي مع الفريق، وهم التونسي سيف الجزيري وترافيس موتيابا وإبراهيم نضاي سامسون أكينولا والتونسي حمزة المسلوسي. الخبر التاني معانا في فيديو النهاردة: إدارة الزمالك بترفض إيقاف مستحقات اللاعبين. رفضت إدارة نادي الزمالك إيقاف مستحقات لاعبيه بسبب مباراة فيوتشر المقرر لها 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأكدت أن إيقاف مستحقات اللاعبين في هذا الوقت سيؤثر على تركيز اللاعبين قبل موقعة فيوتشر بالكونفدرالية، وأن التقييم سيكون بعد المباراة. وهدد المدير الفني للزمالك المقصرين بالتجميد، خاصة بعد تراجع النتائج التي تسببت في وضع الفريق الصعب بالمركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري. وطالب جوميز اللاعبين بمراجعة أنفسهم خاصة خلال فترة التوقف الدولي، مؤكدا لهم بأن المستهتر لن يكون له دور في الفترة المقبلة، مؤكدا عليهم أن هذه الأمور لن يقبل بها في الفريق، خاصة أن هدفه إعادة الفريق إلى المنافسة على الدوري. الخبر الأخير معنا في فيديو النهاردة: الأهلي بيستعيد وسام أبو علي. يستعيد فريق الأهلي جهود مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري، بعدما غاب عن مباراتي الزمالك والبنك الأهلي الأخيرتين بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية. ويخضع وسام أبو علي لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي للتعافي من إصابة الخلفية، على أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات بعد نهاية فترة التوقف الحالي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل شير وتسيب كومنت عشان رأيك يهمنا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.